ايوه بقى، هو ده الكلام. شايفين يا جماعه الجمبري؟ بجد بيتكلم عن نفسه. جمبري من الاخر، يخرب بيته. بجد يا جماعه الاكل ده يفتح النفس، يعني حاجات كده فوسفور من الاخر. وكمان الجمبري عندهم يعني الواحده بس كده يعني تاكل عيله، او تاكل 3 افراد، بس هما ما شاء الله عندهم المعده مفتوحه على البحري. عاوزه اقول لكم يا جماعه، الناس دي بتفتح الشهيه بطريقه غير عاديه. يعني اي حد كده ما عندوش طاقه ولا شهيه بجد يتفرج على الناس دي. الناس دي بتدي طاقه رهيبه. يعني الواحد بجد بيبقى يعني ملوش نفس لاي حاجه في الدنيا ولا الحياه. اول ما يتفرج كده عليهم تحس ان الطاقه جات له. سبحان الله. انا عاوز اعرف بقى، ده ورق شجر ولا ورق موز؟ يعني انتوا اكيد بتختاروا الحاجه اللي بتديكوا الصحه وبتديكوا الجمال، بس بجد احنا عندنا هنا في مصر ما بناكلش الحاجات دي. بس بعد كده اكيد يعني ممكن نجرب. شايفين يا اصحابي؟ يعني بيتعامل الاكل كده على اساس ان هو حق مكتسب. يعني هي بجد بتدي الاكل حقه وبتديله اهميه وبتديله يعني الرونق بتاعه. بجد يعني ناس تفتح النفس من الاخر. المفروض يا اصحابي الواحد بجد يقعد كده مع نفسه مع الاكل اللي بيحبه ويعمل طبق كده يعني فاتح للشهية، ويقعد كده وينسى العالم وينسى كل حاجة حواليه. بجد الواحد محتاج القعدة دي. ايوه بقى، الدجاج الاسمر او الفراخ السمراء بجد يا جماعه بتدي طاقه غذائيه عاليه جدا جدا، وفيها يعني فوائد وقيم غذائيه. اللي يعرفها بجد يعني مش هيبطل ياكلها. وكمان عاوز اقول لكم ان سعرها غالي جدا جدا. يعني الفرخه بتعدي يعني. بس الحاجات دي مش عندنا في مصر، الحاجات دي خارج مصر. No. عاوز اقول لكم ان في ناس اكلتها بجد بيقولوا طعمها زي الفراخ العاديه، بس طبعا اللون يفرق. لان اللون هو اللي فيه القيمه الغذائيه وفيه كمان فوائد عاليه. فهناك مقبلين عليها لانها كمان سعرها بيعدي ال1000 وال2000 كمان، يمكن اكتر كمان. ايوه بقى، والكلام اللي هو التقيل قوي يعني البقلاويز والحاجات اللي هي البحريه، يعني نار من الاخر. انا ما اعرفش الناس اللي مش مقبله على الاكل البحري ده ازاي عايشين لحد دلوقتي. انا ما اقدرش واحده من الناس ان انا ما اكلش سمك ولا يعني حاجات بحريه ولا بطارخ ولا بقلاويز ولا سمك مقلي ولا مشوي. الحاجات دي كلها عندي يعني تفرق لابعد الحدود. انتي بتاكلي ايه؟ صراصير؟ بجد انت بتاكلي صراصير؟ يعني انت سايبه كل ده وفي الاخر بتاكلي صراصير؟ طب انت قلبك جايبك انك تاكلي صراصير؟ طيب نفسك جايباكي؟ بجد انت قفلتيني من الاخر. انا مش عارفه اقولك ايه، انا مش عارفه اقول للناس دي ايه بعد ما بتاكل الصبيط والجمبري والاكل الجميل ده وفي الاخر بيقفلوها بصراصير. انت قفلتيني من الاخر. يلا سلام.